انا رجعت بعد ما خلصت صف العمدان اللي قلت لكم اللي هو الاخير ده، اللي هنعمل بعد كده فيه الاجزاء الاخيره بقى في المفرش. انا خلصت الجزء ده كده اللي هو العمود عمود عمود للاخر كده. هنشوف بقى الجزء الجديد بيقول ايه. وهو الاول قبل ما نخلص، قبل ما نشوف الباترون، هو ابتدى يكبر ويبان معانا اهو. لسه كمان هنكبر، فالوقت الكادر مش جايبه كله، فهنشوف بقى الجديد بيقول ايه، اللي هو بقى الجزء بقى الاخير ده. ايه بيقول؟ هنطلع الجزء الاخير بقى بيقول هنطلع نعمل حشو فوق الثلاث سلاسل اللي احنا عملناهم من تحت، اللي هم جنب دور الاعمده. هنعمل حشو وهنعمل غرزه بيكو اللي هي سلسله سلسله سلسله، 3 سلاسل، وبننزل نعمل حشو تاني في نفس المكان. وغرزه البيكو هوريكم دلوقتي الرمز بتاعها. وبعد ما نعمل غرزة البيكو هنمشي سلسلتين ونعد من تحت السلسلتين. ادي عمود 2 3 4، وفي الخامس هنعمل عمودين بينهم سلسلتين. تمام؟ هنخلص الجزء ده عشان ما نتوهش من بعض، وبعد كده نرجع ايه نشوف الباقي. يبقى دلوقتي هو عايزنا نطلع نعمل سلسلة. قبل ما نعمل السلسلة هنشوف الأول غرزة البيكو عبارة عن إيه. غرزة البيكو عبارة عن كده حشو، وبطلع 3 سلاسل، وبنزل أقوم قافلة تاني في السلسلة الأخيرة، وبعدين أقوم نازلة كده. يعني أنا بنزل كده تاني، يعني بعمل ال3 سلاسل دول وبقوم نازله تاني قافله في حرف السلسله في اول سلسله، واقوم رايحه عامله حشو في الغرزه اللي جنبها. هتبان اكتر بالشغل. تمام؟ المهم نعرف ان هي حشو وفوقها 3 سلاسل، وبنرجع نقفل تاني في اول سلسله احنا بدأنا فيها، وبعد كده بننزل حشو، لا اما في نفس الغرزه بننزل نقفل في نفس الغرزه. فاحنا دلوقتي هنشوفها ازاي بتتعمل علشان تبقى عملي وتبان. وطبعا العمودين اللي بينهم سلسله اللي هم ده احنا شرحناه قبل كده، ده عمود وبينهم سلسلتين. ده شرحناه في الاجزاء اللي قبل كده. فهنشوف دلوقتي البيكو بتتعمل ازاي. فهنطلع دلوقتي هنعمل البيكو اهي. هناخد ادي سلسله اللي هو قال عليها، وهنطلع نعمل 3 سلاسل، 1 2 3. خلاص. وهنرجع نقفل فين؟ في السلسلة الأولانية خالص من تحت، بس مش الأولانية بتاعة الحشو، لا الأولانية في نفس ال3 سلاسل. وهطلع أعمل كده، وهاخد لفتي وانزل في نفس المكان. تبقى كده. هعملها تاني، نعملها عشان نزين بيها أي حاجة بنشتغلها في الآخر عشان تدينا شكل جمالي حلو، أو في نص الغرز كده زي ما احنا ماشيين. فهننزل بقى في الغرزة الأولانية أهو، وهناخد لفة ونطلع بالغرزة الحشو، وننزل تاني في نفس المكان اللي احنا كنا عاملين منه ال4 سلاسل، ونعمل غرزة حشو اهي. بعد كده قال لي بعد ما تخلصي غرزة البيكو هتعملي سلسلتين، وبعدين تمشي من تحت 5 عمدان، في 4 عمدان، وفي الخامس هتعملي عمودين سلسلتين. يبقى انا هاخد سلسلتين اهمت، 1 2، وهمشي ادي 1 2 3 4، وفي الخامس هعمل ايه؟ ادي عمود سلسلتين عمود. تمام؟ قال لي بعد كده هتعملي ايه تاني؟ قال لي بعد كده هتعملي سلسلتين وتسيبي من تحت ادي 1 2 3 4، وفي الخامس هتعملي بيكو تاني، هترجعي تعملي بيكو. حاضر. يبقى كده
هناخد سلسلتين، ادي 1 2، وهنسيب من تحت 4 عمدان، 1 2 3 4، وهنبتدي نعمل هنا ايه؟ غرزة البيكو. هنا بقى هنطلع ال3 سلاسل على طول، ادي 1 2 3. هناخد حشوة طبعا يعني ما احنا هننزل هنا ازاي؟ وهننزل في اول سلسلة تقابلنا اهي، وهنطلع وهنلف ونخرج وننزل فيها تاني. البيكو بننزل فيها تاني، هتبقى كده. وضحت كده؟ نكمل. كله هيبقى كده، الدور الفوقاني كله هيبقى كده، هيبقى عمودين في 5 عمود وبينهم سلسلتين وبيكو، وبعد كده سلسلتين وعمود في الخامس. هيبقى الدور كله هيبقى كده، الدور كله هيبقى كده. هنعمل سلسلتين، وبعدين هنسيب من تحت 4 أعمدة، وفي الخامس هنعمل عمودين بينهم سلسلتين، ادي 1 2 3 4، وفي الخامس هناخد لفتنا ونعمل ادي العمود سلسلتين، ادي العمود التاني، هناخد سلسلتين وهنروح نعد ادي 1 2 3 4، وفي الخامس هنعمل البيكو، ادي 1، وهنزل في اول واحدة دخلت فيها، هطلع اخد لفتي واطلع وارجع انزل فيها تاني بقى كده اهي، اللي هي الجزئية دي، حتى هي هتلاقيها رسمة نفسها، اللي هي الجزئية دي كده اللي فوق العمدان. واضحة؟ همشي كلها كده بقى، هلف انا بقى السطر كله زي كده، وارجع ونشوف السطر اللي هو التاني بيقول لنا ايه. رجعت بعد ما خلصت السطر اللي قلت لكم عليه، اللي هو عمودين بينهم سلسلتين، واعمل سلسلتين واسيب من تحت 4 عمدان، وفي الخامس بعمل غرزة البيكو زي ما قلت لكم. نشوف بقى السطر الجديد هيقول ايه، اللي هو السطر ده، بس هو تقريبا السطر التاني من بعد العمدان والتالت هيبقوا زي بعض بالظبط، مع اختلاف بسيط هنشوفه واحنا ماشيين دلوقتي. فهنبدأ دلوقتي السطر اللي فوق اللي احنا عملناه دلوقتي، اللي هو البيكو مع السلسلتين مع العمودين اللي بينهم سلسلتين. هنشوف بقى السطر الجديد اللي هو ده بيقول ايه. هنجيب اول شغلنا كده، فين اول الشغل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده. قفلنا بالمنزلقة بتاعتنا. هنشوف بقى هنعمل ايه. الجديد بتاعنا بيقول ايه؟ الجديد بيقول هنعمل 3 سلاسل ونعمل ادي 1 2 3 4 5 6، والسلاسل اللي طلعناها هتبقى 7، يبقى اذا هنعمل 7 عمدان، ادي 1 2 3 4 5 6 7. تمام. ال7 دول بقى هنعمل ايه؟ في ال7 دول هنمشي، مش هنعمل اي سلاسل، وهنروح على مكان العمودين اللي بينهم سلسلتين، وهنعمل فوقها بيكو، وبعد كده هناخد غرزة ونروح نعمل فوق البيكو 7 عمدان، وبعد كده سلسلة، وبعد كده فوق العمودين سلسلتين هنعمل بيكو. يلا نشوف الكلام ده يتعمل ازاي. بقى ده على جنب. احنا كده قفلنا بالمنزلقة بتاعتنا. قال لي اطلعي اعملي 7 عمدان. ال7 عمدان ايه؟ هيبقوا في البيكو الاولاني. تمام. يبقى انا همشي اعمل منزلقة. انا كل ده عايزه اخش فين؟ في قلب البيكو دي، في النص بتاعها اهي. فهعمل منزلقة في منزلقة، وطلعت كده من نص البيكو. قال لي اعملي 7 عمدان، بس اولك 3 سلاسل، ادي 1 2 3، وبعدين هعمل جنبهم 6 عمدان. يبقى كده التاني، التالت، الرابع،
الخامس، لحظة، أيوة، السادس، نعد برضو، ادي 1 2 3 4 5 6، وادي السابع اهو. كده السبع عمدان اللي هم دول، السبع عمدان. قال لي بعد السبع عمدان هتروحي للعمودين اللي بينهم سلسلتين وهتعملي في النص بيكو. يبقى انا هخش اعمل حشوتي اهي واطلع، ادي 1 2 3، واقوم عامله البيكو بتاعنا اللي احنا اتعلمناه تحت اهو، وفي نفسها ارجع تاني. تمام. قال لي بعد كده هو السطر كله هيبقى كده، فاحنا هنمشي كمان شويه بحيث ايه ان انت تفهمي معايا اكتر. وقال لي بعد ما تعملوا البيكو ده خدي سلسله اهي، وهتروحي عند البيكو التاني اللي هيقابلك هتعملي في نصه كام؟ 6 عمود. يبقى ادي 1 2 3، سوري، اعمل 7 عمود، 1 2 3 4 5 6، ادي السابع. خلاص تمام. قال لي اعملي سلسله وروحي لهنا لبين العمودين بينهم سلسلتين واعملي بيكو. فهنزل في وسطهم وهاخد ادي سلسله وهعمل ادي 2 3، وزي ما اتعلمنا بناخد من الاول هنا كده في الاول السلسله من تحت وناخد لفه ونطلع من 2، وبعد كده نطلع منهم وننزل تاني في نفسها عشان نعمل بيكو اهي بقت كده. قال لي خدي كمان سلسله وروحي اعملي في البيكو ايه؟ ايوه، السبع عمدان. هنمشي بقى كل السطر كده بيكو فوقه 7 عمدان، سلسله، نروح للعمود سلسلتين عمود نعمل البيكو، نخلص البيكو نعمل سلسله، نروح للبيكو اللي بعديه نعمل ال6 عمدان. هنعمل عمل دولي كمان معاكي، يبقى هناخد سلسله وهروح لنص البيكو اهو واعمل 6 عمدان. 1 2 ادي 3 4 5 6 ادي 7. تمام. ناخد السلسله ونروح فين؟ عند العمودين اللي بينهم سلسله هنعمل فيهم بيكو. 1 2 3 اهي، وانزل من تحت كده يبقى معايا 2 على الابره، واخرج من واحده وانزل. هكمل انا بقى الدور كله ولفيت زي ما قلت لكم اهو، وعملت ال7 عمدان سلسله، وبعد كده عملت البيكو سلسله 7 عمدان سلسله بيكو. تمام. جينا بقى للسطر اللي قبل الاخير، هنشوف عاوز ايه مننا فيه. فوق البيكو هنطلع نعمل سلسله، وفوق السلسله هنعمل سلسلتين، يبقى كده قيمه عمود، وبعد كده هنعمل 1 2 3 4 5 6، يعني هنعمل 7 عمدان سلسله. وهنيجي في نص مجموعه السبعه اللي بعد كده هنعمل بيكو سلسله، هنيجي في البيكو اللي بعد كده وهنعمل 7 عمود، وبعد كده سلسله وهنعمل بيكو. هنمشي بالترتيب عشان ما تتلخبطوش في الجزئيه دي.
شكله جميل قوي، بسم الله ما شاء الله. ولسه كمان لما يخلص الاخر دورين بقى هيبان بقى جماله صح. يلا تمام. اين القفله اهي. تمام. طبعا انا عملت بمنزلقه اهي. نعملها تاني مادام هي عايزه تفك، مفيش مشكله من اي حاجه. هنطلع ادي سلسله وهنمشي جوه العمدان منزلقه في منزلقه لما نوصل لنص العمود هنا في منزلقه، تالت عمود كده خلاص. وهنعمل فوق العمود ادي 1 2 3 فوق الرابع. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل فوق العمود الرابع بيكو. ادي 1 2 3 وادي البيكو. يبقى كده عملنا البيكو الاولاني اهو زي ما عملناه تحت. خلاص احنا عرفنا الطريقه بقى اهو. وبعدين قال لي هتاخدي سلسله، خدت السلسله وروحي للبيكو التاني ده واعملي فوقه 7 عمدان. ادي 1 2 3 4 5 6 7. تمام. وبعد كده قال لي خدي سلسلة وروحي اعملي فوق الرابع، روحي اعملي في العمود الرابع بيكو كمان اللي هو نص السبعة. ادي 1 2 3 وادي البيكو. تمام. قال لي خدي سلسلتك واعملوا في البيكو 7. فالسطر ده كله هيبقى فوق البيكو 7 عمود. 2 3 4 5 6 7. عرفتوا هنعمل ايه؟ هنمشي كده، هتبقى كده. استنى نوضحها كده اهي. هيبقى فوق البيكو 7 عمود، وفوق ال7 عمود في نصهم بيكو. فوق البيكو 7 عمود بس طبعا بينهم سلاسل، يعني هنا 7 عمود سلسلة، ورحنا لتحت 7 عمدان. هنخش في الرابع ونعمل بيكو، ناخد سلسلة ونعمل 7، يعني هنبدل بقى 7 عمود بيكو 7 عمود وبينهم سلسلة سلسلة. أكمل أنا بقى لآخر السطر عشان ما نكبرش وقت الفيديو، ونشوف آخر سطر بقى إيه اللي هنعمل فيه، اللي هنشطب فيه. بعد ما خلصت الدورين اللي هما الأخرين دول اللي عملت فيهم بالتبادل، فوق 7 عمود بيكو وبعد كده سلسلة، وفوق البيكو 7 عمود وبعد كده سلسلة، وبعد كده بيكو وتحتيه 7 عمود اهو. كل شوية لما بيكبر بيبان وبيبقى شكله حلو جدا اهو كده. كمل بقى اخر دور خلاص ونخلص اللي هو ده. قال لي هتطلعي تعملي سلسلة فوق البيكو، وبعد السلسلة هتاخدي حشو، وبعد كده تطلعي ادي 1 2 3 4 5 وتنزلي في نفس المكان، ومن نفس المكان هتطلعي تعملي حشو، وهتطلعي تعملي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وتنزلي حشو برضو في نفس المكان. وفي نفس المكان هنطلع نعمل 5 تاني وننزل. كل ده فين؟ في راس البيكو التحتانية دي. هتبقى عاملة زي فيونكة كده، فاهمين؟ يعني 5 وبعد كده 9 وبعد كده 5 وكله حشو حشو فين؟
في راس البيكو التحتاني. وبعد كده همشي 3 سلاسل واروح على نص العمدان اعمل بيكو، وبعد كده 3 سلاسل واروح على البيكو اعمل مجموعة السلاسل اللي مع بعضها دي. يلا نشوف هتتعمل ازاي. ده اخر سطر اهو. ده كمان لو الجو بقى هيبقى روعة. ايوه الاول اهو انا قفلت هنا بالمنزلقة، فهو عايزني دلوقتي نمشي تبع الباترون بقى. اخر جزء قال لي عايزك تطلعي، هنخش منزلقة. احنا كده عملنا قفلنا بمنزلقة، هنخش جوه البيكو بقى كمان بمنزلقة عشان نبقى فين؟ في نصها. قال لي في نصها اطلعي اعملي 5 عمود، 5 سلسلة سوري. قال لي اطلعي في نصها اعملي 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وقال لي انزلي تاني في نفسها. نزلت واعملي حشو، ادي الحشو. وبعد كده اطلعي اعملي سوري هنعمل، قال لي هتعملي ال5 وتنزلي سوري، هم 8 سلاسل مش 9. وهتعملي 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. وفي نفسها تاني هتنزلي في نفس البيكو. بقت كده، خدتوا بالكم؟ وفي نفس المكان اعملي 5 تاني، 1 2 3 4 5. بقت كده، شفتوها؟ اللي هي دي اهي. نقرب، اللي هي المجموعة دي الأخيرة دي اهي. شفتوها اهي، عاملة زي الفيونكة. وبعدين قال لي هتعملي 3 سلاسل، ادي 1 ادي 1 2 3. وهنروح على نص العمود هنعد دول 8، يبقى دي 1 2 3. وفي الرابعة هعمل بيكو، 1 2 3. كده احنا بنعمل اخر سطر في المفرش. اعملوه يا جماعة، والله شكله جميل وشيك قوي قوي، وهتفرحوا بيه قوي لما تخلصوه. تمام. وقال لي اعملي كمان 3 سلاسل، ادي 1 2 3. واعملي في البيكو ايه؟ نفس الفيونكة دي، نفس الشكل الجمالي ده كده اهو. فهروح اعمل، لا هاخد الاول هخش حشو واعمل 5 1 2 3 4 5. واقوم نازله في نفسها تاني في نص البيكو، في نفس راس البيكو، واطلع من جنبها، اطلع من جنبها اعمل ايه؟ ال8 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8. واقوم نازله تاني في نفس المكان، وفي نفس المكان اطلع اعمل 5 1 2 3 4 5. وانزل في نفس المكان. فهمتوا؟ اهي. ودي تاني واحدة اهي. يبقى هو هنمشيها كده بقى على طول. 5 سلسلة وانزل، واطلع ب8 سلسلة وانزل في البيكو. وبعد كده 5 وانزل في البيكو، وامشي 3 سلاسل. وفي ال7 عمود في نصهم اعمل بيكو. وفي البيكو هعمل دي. همشي انا كده بقى لغايه اخر السطر عشان الفيديو ما طولش، لان هي كلها واحد بقى. تمام. هكمل انا اخر السطر بقى واقفل المفرش وارجع لكم. يعني بعد ما خلصت المفرش وعملت الحروف اللي قلت لكم عليها دي،
اللي هي زي الفيونكة دي، وبعدين 3 سلاسل، واطلع في وسط العمدان اعمل بيكو 3 سلاسل، واروح للبيكو اعمل فوقه الوحدة دي على بعضها. هو خلص، بس ما شاء الله والله شكله شيك قوي وجميل، وان شاء الله تعملوه تنبسطوا بيه ان شاء الله. فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك واشتراك للقناة، عشان ان شاء الله كل ما انزل حاجة او اي شغل جديد انتوا تحبوا تشوفوه نكون متابعين مع بعض ان شاء الله. واي حاجة انتوا هتعوزوها ان شاء الله تبعتولي على لينك بيج الصفحة اللي بسيبه في الديسكريبشن في صندوق الوصف تحت الفيديو، بحيث لو اي حاجة انت محتاجاها او اي استفسار او اي سؤال. اشوفكم ان شاء الله على خير، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.